أسعار المقابر الفرعونية. هل فعلا بنسمع أو الأسعار اللي احنا بنسمعها دي حقيقي بما فيهم الأسعار بتاعة الوسيط، ولا الكلام ده كده؟ فلو بتشوفني من على الفيسبوك أو من على اليوتيوب اعمل اشتراك للقناة وتابع الصفحة وشير الفيديو ده لأي حد بيسأل عن الموضوع ده يا صديقي. بص يا أبو الصحاب، لو ما كنتش سمعت فيديو المقتنيات كنت عرفت إن كل الموضوع مش زي بعضه. يعني إيه؟ يعني يا أبو الصحاب مش كل مقبرة هتدخلها من أجل إن هو مصر قديم هتدخل تلاقي 1000 و2000 و3 و10,000 و5000 قطعة، والغرفة اللي جنبها هتلاقيها مليانة سبائك ذهب. قال يعني الفراعنة كان عندهم سبائك ذهب. والغرفة اللي جنبيها هتلاقيها فيها شكاير، الشكاير دي فيها عملات ذهب. قال برضه كان الفراعنة عندهم عملات، ماشي، وتماثيل، وفي تمثال، في 3-4 تماثيل أكبر من المقبرة يبقوا طالعين، يعني واحد طالع دماغه من هنا وده رجله من هنا وده دماغه من هنا، طالعين بره المقبرة، ما مش عارف دخلوا ازاي جوه المقبرة، بس ماشي. تمثال حوالي طوله 300 400 متر جوه المقبرة. ايوه، ده بدخلوه ازاي؟ ده مش مهم دخلوه ازاي، هو هيفرد ازاي في المقبرة؟ هو مش مهم دخل ازاي، هو المهم التمثال ده هيفرد ازاي جوه المقبرة. ده مطلعين دماغه من هنا ورجله من هنا، ماشي. وتنزل بقى المقبرة تلاقي 70 سنتي و50 سنتي و20 سنتي و31 سنتي و21 سنتي وواحد مش عارف وايه وواحد وايه وواحد وايه، فاهم؟ السنتيات والكيلوات اللي هم بيعدوها لك دي. وقلت لك برضو في فيديو المقتنيات دي ان كل طبقة في فترة معينة كانت مقتنياتهم مختلفة عن المقتنيات الاخرى. الدليل حتى في الملوك، حتى في الملوك، في ملوك بيبقوا مهتمين قوي بالزينة شوية، تمايم والصدريات ومش عارف ايه والقصص دي، التماثيل بتاعتهم قليلة. في ناس تانية اهتمت بالموضوع الأقنعة والتمائم والأساور والفيلم الضخم المحترم ده، كان ليها تماثيل قليلة. وفي ناس كان ليها تماثيل كتير ومقتنيات برضو كتير، أو تماثيل كتير ومقتنيات قليلة. الكلام ده أنا عايزك بس تفهم حاجة واحدة عشان الناس برضو. 5000 وشوية قطعة اللي خرجوا من توت عنخ آمون هم مش كلهم تماثيل. حضرتك عارف التميمة الزغنطوطة دي اللي احنا بنصورها، اللي هي طولها سنتي ولا 2 سنتي، ادي اسمها قطعة. رحمة ستي وستك مسجلة لدى الهيئة اسمها قطعة، وده من ضمن كده القطع اللي اتلقت في توت عنخ آمون. فعد كام حاجة من دي اتلقت في توت عنخ آمون. فطبعا اللي يقول لك 5000 بقى او 6000 مطلعين من توت عنخ آمون، فانت بقى فاكر ان كل ده مرصوص ذهب 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 ذهب، صح؟ يعني لدرجه ان هم ما كانوش عارفين يودوا الدهب فين الصراحه، وان انت الشكاير اللي اشتريتها عشان تحط فيها الدهب دي مش هتكفي، فانت عاوز شكاير تانية. يعني المشكله عندك في الشكاير، هنجيب لك انا شكاير يا عم. لو المشكله عندك في الشكاير، وحضرتك شغال ايه؟ والله مثلا انا راجل شغال بشتري عربيات، جميل، تاجر يعني. انا راجل بشتري موبايلات، انا راجل بشتري معدات تقيله زي الفل، انا راجل بشتري اراضي زي الورد، انا راجل بشتري شقق وعماير زي الفل. طب ايه رايك هبيع لك عمارتي بالبق كده، تقبل؟ يا عم ازاي تبيع لي عماره بالبق؟ انا لازم اشوفها واساساتها ودنيتها وايه وورقها خالص ولا لا، وفيها مخالفات ولا ما فيهاش مخالفات، ولها صح. اتاكد من العماره تلم كمان على ارض الواقع، وبعد كده نقعد ونتفق في السعر الاخير ونخلص. مش مظبوط؟ امال انت عايز تبيع المقبره ليه؟ وبناء على ايه هيحط لك سعر؟ وعرف منين اللي تحت ايه عشان يديك عليه فلوس؟ من الشقفايه ولا من الحجرايه اللي انت لقيتها، ولا الميه اللي انت عايم فيها زي البط؟ اكيد لا الميه اللي انت عمال تبلبط فيها زي البط وطول الليل طول النهار قاعد بتسحب ميه، ولا حته الشقفايه اللي هيدفع لك عليها الملايين دي، فاهم؟ ولا الحجر اللي انت لقيت نصه مكسور، فاهم، ونصه مش عارف ايه فقلت عليه ده كنز. امال انت مصدق ليه؟ لما انت عارف ان مفيش حاجه ومفيش دليل واحد يديك عليه سعر، حفرت ليه من الاول؟ طب هي بتتقيم على اساس ايه؟ بتتقيم على اساس الشخصيه نفسها ونوع الحجر والفتره. جايز نوع الحجر ما يبقاش في نظر ناس معينه، ما يبقاش، انا صراحه مش تاجر اثار، يعني ما ببيعش وما بشتريش. خلي قصه نوع الحجر ده على جنب. يعني ما هو انت مش هتجيب لي حجر رملي زي حجر ديوريت، مش هتجيب لي حجر جيري زي مثلا ليشيست عشان ابيع واشتري. يا ابن عمي لازم يبقى عندي اساسيات ابيع واشتري عليها. طب انت اصلا راجل ما حفرتش، هتبيع بالنيه مثلا وانا اشتريت بالنيه، انت اصلا ما حفرتش، فبتسال عن سعر المقبره كام، فانت بعت بالنيه وانا اشتريت بالنيه. كل الناس، معلش يا ابن عمي،
الخبير ده بالنسبة لك ايه؟ انت الخبير ده بالنسبة لك ايه؟ هو مش الشخص اللي عامل صفحة ولا عامل قناة ده الخبير، ولا واحد مسمي نفسه دكتور فده اسمه الخبير، ولا واحد بيسمي نفسه ده تبع الجهة وهيئة ده الخبير، ولا الناس دي اصلا بتشوف الخبرة دي، ولا القصة دي دايرة كده بالاساس. تعال انا افهمك. بص يا ابن عم، خلينا مثلا انا مثلا فهمت منكم مثلا 2 3 ان انا تبع مش عارف مين، تبع اللي تبعه، خلينا ماشيين تبع اللي تبعه، ان انا راجل معايا تبع اللي تبعه وببيع وبشتري وفي اي ثانية اخلص. فسعادتك ماشي في الموضوع، كل يوم يجي لك بتاع اكتر من 1000 فيديو، بس يا عيني مش عارف توديهم فين، عايز بس واحد يبيع لك الحاجة. فتعرفت على أحمد، فأحمد أقنعك إنه معاه جهة ومعاه تبع اللي تبعه هيشيل. فأنت بتجري على أساس إيه؟ على أساس إنه واثق في كلام أحمد وإن أحمد عارف تبع اللي تبعه، صح؟ يعني أنت ما معكش جهة، رغم إنك أنت بتعرف الناس إن أنت معاك جهة. تجري لك 2 3 وتتعب وتمل، فتدور على واحد لسه داخل المجال جديد فتقنعه إنك أنت معاك جهة، ومنك للجهة ومنك للي تبعه، وتسرح الراجل يدور لك على فيديوهات، وهكذا وهكذا وهكذا، وده بقى يزهق ويشغل واحد تاني، فاهم؟ بدليل لو جالك فيديو، فاهم، وحد من المجموعة دي قال لك يقول لك يوهمك انه سليم ومش عارف ايه، طب خلاص هات لنا، يجي لك الرد بعد بتاع 200 سنة. ليه؟ لان ده بيبعت لده وده بيبعت لده، وعشان هو فاهم ان ده تبع الجهه، وفوق ده يبعت لده، وتفضل سلسله مستمره من يمكن من 1000 شخص يا ابن عمي، عشان يوصلوا لاخر واحد اقنعه وقال له ان انا تبع اللي تبعه. وتبع اللي تبعه ده في واحد تاني سرق بيه وقايل له ان هو معاه تبع اللي تبعه ومنه للخواجه، وفي واحد تالت فوق اكبر منهم يفهمهم ان هو قشطه وداير على كده. بدليل اكبر لما بينعمل لكم الفخ بيها وبتتجمعوا بتلاقي اكتر في 100 وسيط. ايه ده؟ ما انا يا عم ده اللي كان مع الجهه. طب وانت مش انت اللي قلت معاك؟ لا، ما هو اصلا ماشي وده معاك جهه، وده فاهم، بتلموا نفسكم تلاقوا بتاع 300 400 وسيط في الموضوع. هي ماشيه كده. احمد مفهم محمد انه معاه جهه وانه تبع اللي تبعه، ومحمد مشى في القصه وجند فلان او فهمه انه معاه انه تبع اللي تبعه هو مباشر على طول، ومحسن مشى وفاهم ان علي تبع اللي تبعه وهو تبع اللي تبعه وهو منه اللي تبع اللي تبعه، فاهم؟ وداير على كده يا ابن عم، وكل واحد ماشي بموال في دماغه وفاكر من فيديو انه ب2 ميجا اتبعت له على الواتساب، ومن واحد اهبل كلمه ماسنجر اللي هو تبع اللي تبعه كده هيعمل له في اليوم بتاع 100 مليون اخضر و100 مليون احمر و100 مليون اصفر. وايه اللي بيحصل في الاخر؟ كل يوم بتروح محافظه شكل، تقعدوا على كافتيريا شكل، تدفعوا حساب النهارده وحساب امبارح وتاخدوا بعضكم وروحوا. اصل العربيه عايزه بنزين عشان تتحرك، اصل الفلوس عايزه فلوس عشان تحركها، اصل مش عارف مين عشان مين يتحرك، وانت طول الليل وطول النهار قاعد على القهوه، قاعد ماسك الآلة الحاسبة الدولار بكام النهارده. ليه يا عم الحاج؟ ما اصلا نصيبي في العمليه دي 100 مليون اخضر، انت كوسيط. اما صاحب البيت هياخد ايه؟ افهموا نفسكم، الموضوع مش بالطريقه دي والله العظيم، ولو جريت فيه بالطريقه دي هتخسر ياما قوي. لما تخسر خليك فاكر اني شرحت لك كل ده من زمن خالص. وارجع اقول لك يا غالي ان كل ده مخالف للقانون ويعاقب عليه القانون. انا احمد سفاري ودي صفحة زي الاشارة ما بتقول.